بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا بحضراتكم في قناة يوميات سليم والبنات وفيديو جديد. النهارده يا جماعة هنعمل لكم حاجة جميلة جدا وموفرة. هنعمل لكم مولتو في البيت. طبعا يا جماعة انتوا عارفين إن المولتو مقاطعة، واحنا هنعمل لكم النهارده المولتو في البيت بطريقة سهلة وكمان اقتصادية وموفرة. انتوا عارفين إن الغرض من القناة بتاعتنا إن احنا بنعمل كل ما هو موفر واقتصادي. النهارده يا جماعة المكونات بتاعتنا: معانا نص كيلو دقيق، معانا علبة زبادي، كوباية لبن، ربع كوباية زيت، ومعانا بيضة. يا جماعة هناخد البياض بتاع البيضة وهنخلي الصفار عشان هنحتاجه بعد كده ندهن بيه المولتو بتاعنا قبل ما ندخله الفرن. معانا الحشو يا جماعة: جبنة رومي، ومعانا كمان شوكولاتة، معلقة خميرة، معلقة خل، ومعانا رشة سكر. هنبدأ يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين، نحط كل المكونات: الزبادي وبعدين اللبن والزيت، ونبدأ ننزل بالدقيق، وبعدين يا جماعة نضيف بياض البيضة، وهنبدأ إن إحنا نقلب المكونات دي كلها في بعضها علشان يا جماعة المكونات كلها تدخل في بعضها والعجين بتاعنا يبقى كويس. زي ما حضراتكم شايفين حطينا الزبادي، وحطينا رشة الخميرة، معلقة خميرة صغيرة، ومعانا رشة سكر، وحطينا خدنا البياض بتاع البيضة، وهنبدأ إن إحنا نقلب. طبعا نحط ربع كوباية الزيت وكوباية الحليب كوباية اللبن. المولت يا جماعة زي ما انتم عارفين بيتباع بمبلغ كبير جدا وبيبقى كام قطعة. النهارده ما شاء الله احنا عملنا نص كيلو، طلع معانا صاجين. ما شاء الله يا جماعة طلع كمية كبيرة جدا ونضيف وكويس في البيت. طبعا يا جماعة الزبدة احنا هنحطها في الآخر خالص، واحنا بنشكل المولتو بندهن يا جماعة الزبدة على المولتو قبل ما نبدأ نلفه رقات. احنا بنلفه طبعا يا جماعة نظام رول علشان يبقى مورق وجميل. بصراحة يا جماعة دي من أفضل الوصفات اللي أنا عملتها. يا ريت الناس كلها تجربها وتقول لي رأيكم إيه فيها. طبعا يا جماعة انتوا عارفين إن الغرض من القناة بتاعتنا إن إحنا بنعمل كل ما هو موفر واقتصادي. زي ما حضراتكم شفتوا ابتدينا دلوقتي نضيف الدقيق. هنقلب كل المكونات يا جماعة بتاع الدقيق كده مع بعضها. طبعا أنا ابتديت إن أنا أقلب طبعا بإيدي علشان عايز المكونات كلها تدخل في بعضها. طبعا ده نص كيلو يا جماعة، دي مقادير بتاع نص كيلو. لو حد عايز يضاعف الكمية هيضاعف المكونات، هيخليها في اتنين على طول، هتطلع معاه الكمية اللي انتوا عايزينها. طبعا احنا عاملين لقمة صغيرة علشان الطفل ياخد واحدة يخلصها ما يفوتش منه حاجة ويرميها. طبعا انتوا عارفين ان كل الغرض بتاعنا ان احنا بنوفر على قد ما نقدر. طبعا يا جماعة عشان الظروف المعيشة اللي احنا عايشينها دلوقتي كل حاجة بقت غالية. بصراحة المولت ده موفر جدا. احنا بنروح نجيب الكيس ب10 جنيه، بيبقى فيه قطعتين او ثلاثة. انا ما شاء الله عملت صاجين كبار، بصراحة طلع معايا كتير جدا. طبعا يا جماعة احنا عجننا العجين زي ما حضراتكم شايفين. وبالنسبة يا جماعة الفتحة اللي موجودة في العجينة دي احنا عملناها علشان لما العجين يختمر هتلاقوا الفتحة دي اتسدد. وزي ما حضراتكم شايفين كده العجين بتاعنا اختمر، انا ضربت طبعا ايدي فيه. طبعا العجين ايدي كلها دخلت فكده العجين بتاعنا اختمر وبقى كويس جدا. هنبدأ ان احنا نقطعه جزئين، هنقطعه حتتين بالظبط يا جماعة، نص حادق ونص حلو. طبعا زي ما انتم شايفين انا جبت معاه شوكولاته. قالب الشوكولاته يا جماعه اسمه سما، موفر جدا ب 35 جنيه، ما شاء الله كبير جدا. وطبعا الجبنه الرومي او اي جبنه عندكم، ممكن جبنه براميلي، اي جبنه متوفره في البيت. احنا مش عايزين نصرف ولا عايزين برضو ايه عشان ما يبقاش مكلف علينا. احنا كل الغرض بتاعنا ان احنا بنعمل حاجه موفره واقتصاديه وتبقى في ايد الجميع. هنبدا يا جماعه نرش دقيق كده زي ما حضراتكم شايفين على الرخامه. هنفرد العجينه بتاعتنا بطريقه دائريه، عايزينها دائري علشان لما نيجي نقطع. طبعا لقطعة البيتزا او لو مفيش قطعة بيتزا انا استخدمت السكينة عادي جدا. بنبدأ نقطع. هنفرد دلوقتي العجين زي ما حضراتكم شايفين. ودلوقتي يا جماعة فردناه زي ما حضراتكم شايفين. هنبدأ ان احنا نجيب طبعا نقطعه، مفيش قطعة سكينة، ونبدأ نقطع العجينة أربع قطع متساوية، ونبدأ نعمل من كل قطعة زي ما احنا عايزين. أهم حاجة يبقى فيه حتة رفيعة علشان نلف عليها زي ما حضراتكم شايفين. طبعا معانا الزبدة يا جماعة دلوقتي. المرحلة بتاعت الزبدة إن إحنا هنبدأ نفرد الزبدة على العجينة كلها زي ما حضراتكم شايفين بالفرشة. بصراحة يا جماعة الطريقة دي جميلة جدا. المولت طلع جميل وتحفة. والله يا جماعة بجد طلع كويس جدا. أنا بصراحة من أفضل الوصفات اللي أنا عملتها على القناة. ويا ريت يا جماعة تتفاعلوا معانا وتشاركوا القناة لإخواتكم وأصحابكم علشان عايزين نكبر ونعمل عيلة كبيرة على اليوتيوب بفضل دعمكم لينا. دلوقتي زي ما حضراتكم شايفين هندهن العجينة كلها بالزبدة بعد ما قطعناها، وهنلف يا جماعة نظام رول من العريض للفاضي، رولات صغيرة. وطبعا نبقى محضرين صاج هندهنه بالزبدة زي ما حضراتكم شايفين. ابتدينا دلوقتي نقطع اهو. طبعا في قطعة فيه مفيش، أنا استخدمت السكينة عادي جدا. احنا مفيش أي حاجة بتقف قدامنا، أي حاجة يا جماعة بنتصرف وبنتعامل عادي جدا.
طبعا زي ما حضراتكم شايفين قطعنا العجينة بتاعتنا لقطع صغيرة. وإن شاء الله يا جماعة استنونا في فيديوهات جديدة ووصفات جديدة. ويا ريت يا جماعة تكتبوا لنا في التعليقات انتوا حابين نعمل لكم ايه في الوصفة اللي جاية، ولو حد جرب المولتو يقول لي رأيه فيه. ودلوقتي يا جماعة زي ما حضراتكم شايفين احنا قطعنا العجين عبارة عن مثلثات صغيرة على قد قطعة المولتو. وطبعا معانا الحشو بتاعنا، احنا هنحشي النهارده يا جماعه جبنه رومي. طبعا لو حضرتك عايز تحشي جبنه اي انواع جبنه مش مشكله يا جماعه. وجبنه طبعا زي ما حضراتكم شايفين الشوكولاته كانت عباره عن ان هي مكعبات قالب كبير. ابتدينا ان احنا نبشره، انا بشرته يا جماعه زي ما حضراتكم شايفين علشان يطلع معانا قطع صغيره بحيث واحنا بنحشي يبقى سهل معانا في الحشو. طبعا انا قطع الجبنه الرومي برده لقطع صغيره. وطبعا بشرنا الشوكولاته زي ما حضراتكم شايفين. يا جماعه دي يا جماعه الوصفه دي يا جماعه حاجه جميله جدا، وانا بنصحكم ان حضراتكم كلكم تجربوها. هنبدا دلوقتي قطعنا العجين لمثلثات. الخطوه اللي بعد كده نبدا نحشي. طبعا احنا هنحشي ساق شوكولاته وساق التاني نحشيه جبنه رومي يبقى معانا حلو وحادق. حطينا طبعا الشوكولاته زي ما حضراتكم شايفين، وبنبدا نلف اللي هو عباره عن رولات صغيره. طبعا مجهزين يا جماعه ساق او صينيه مدهونه سمنه او زبده، وهنبدا نرص فيها المولتو بتاعنا. طبعا مسخنين الفرن على درجه حراره 180 درجه في الرف الاوسط. هنبدا يا جماعه نرص كل المولتو بتاعنا في الصاج زي ما حضراتكم شايفين بالشكل ده. الوصفه ده يا جماعه وصفه جميله جدا، وانا بنصح ان اي حد يجربها. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي مستمرين في حشو الحلو. شوكولاته يا جماعه زي ما قلنا لحضراتكم احنا جبنا قالب سما سعره 35 جنيه، موجود في اي ماركت بصراحه موفر واقتصادي. احنا خدنا منه مكعبين بس، وبصراحه بشرناهم زي ما حضراتكم شايفين. عمل معانا كميه ما شاء الله، والباقي شلناه علشان هنحتاجه ان شاء الله في اي وصفات تانيه. فبصراحه يا جماعه انا بنصحكم لو عايزين اي شوكولاته خام، قالب سما سعره 35 جنيه، موفر واقتصادي. طبعا حضراتكم زي ما شايفين احنا جبنا صاج دهناه زبده او سمنه او زيت او اي حاجه يا جماعه، وابتدينا ان احنا نلف زي ما حضراتكم شايفين عباره عن رول. لفينا الشوكولاته، وطبعا دلوقتي هندخل على الحادق. طبعا الحادق معانا يا جماعه احنا جبنا جبنه رومي، اي جبنه متوفره عند حضراتكم في البيت. احنا كل الهدف يا جماعه ان احنا نعمل كل حاجه موفره واقتصاديه. هنبدا نعمل نفس الخطوه برضو، هندهن العجينه بتاعتنا زبده. طبعا هنقطعها بعد ما ندهنها كلها زبده كويس جدا. هنبدا ان احنا نقطعها طبعا بالسكينه او قطعه البيتزا. هنقطعها عباره عن مثلثات زي ما حضراتكم شايفين علشان يتلف معانا، يبقى جزء عريض وجزء رفيع عشان يتلف معانا عباره عن رول، علشان لما نيجي الدهن يا جماعه ندهنه طبعا اخر حاجه خالص بالصفار البيض اللي احنا شلناه نحتاجه. طبعا حضراتكم شايفين ابتدينا ان احنا نلف اهو. هنلف دلوقتي يا جماعه الجزء معانا التاني اللي هو الجزء الحادق، وهو كان جبنه رومي. طبعا يا جماعه دي من اجمل الوصفات اللي انا عملتها بصراحه، جميله جدا ومغذيه لاولادنا، ممكن يروحوا بيها المدرسه او عشاء خفيف مع كوبايه لبن او كوبايه شاي. بصراحه انا بنصحكم ان كلكم تجربوها. هنبدا دلوقتي يا جماعه بعد ما قطعنا طبعا لو في سكينه تمام، مفيش يا جماعه ممكن سكينه عاديه جدا هنقطع بيها. سكينه المطبخ هتقطع معانا كويس جدا. زي ما حضراتكم شايفين احنا بنقطع بالسكينه، هنعملها نظام مثلثات زي البيتزا كده. وهنبدا نلف يا جماعه رول. طبعا معانا صينيه مدهونه زبده، مولعين يا جماعه الفرن قبلها درجه حراره 180 درجه على الرف الاوسط من الفرن بتاعنا. زي ما حضراتكم شايفين اهو احنا بنقطع. طبعا البيض يا جماعه اللي احنا شلناه صفار البيض، احنا خدنا البياض عجلنا بيه، والصفار احنا شلناه للاخر مع معلقه الخل اللي احنا كنا نحطها. طبعا في الاخر خالص هندهن بيهم وش المولتو بتاعنا علشان يبقى الوش محمر كده وجميل. طبعا احنا دلوقتي لسه بنقطع في العجينه اهو. يا جماعه ريت كلكم تشتركوا في القناه بتاعتنا للناس اللي لسه ما اشتركتش، ولايك واشتراك وشارك القناه لاصحابك وحبايبك علشان عايزين نكبر ونعمل عيله كبيره على اليوتيوب بفضل دعمكم لينا. واكتبوا لنا يا جماعه في التعليقات لو في وصفات معينه حابين نعملها لكم. ان شاء الله قولوا لنا كل حاجه انتوا عايزينها، واحنا ان شاء الله هنعمل لكم كل ما هو جديد في قناه يوميات سليم والبنات. طبعا يا جماعه انتوا عارفين ان احنا في موسم الشتاء، وموسم الشتاء بيحب الاكلات الشتويه الحاجات الدافيه. طبعا المعجنات عموما بتبقى حاجات جميله وخفيفه، الاولاد بيفرحوا بيها، دي حاجه جميله وكمان اقتصاديه وموفره. انت لو رحت النهارده جبت كيس مولتو، كيس المولتو يا جماعه ب 10 جنيه فيه قطعتين او ثلاثه. طبعا احنا زي ما حضراتكم شايفين قطعنا مثلثات اهو، العجينه بتاعتنا مثلثات. طبعا الجبنه الرومي يا جماعه قطعناها علشان تبقى قطع صغيره عشان لما نيجي نلف العجين بتاعنا طبعا ما يكلكعش معانا. هنبدا دلوقتي نفرد الجبنه على العجين ونبدا نلف رولات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين المولتو يا جماعه من الاكلات جميله جدا. وطبعا زي ما قلنا لحضراتكم ان المولتو مقاطعه، فانت ان انت تعمل حاجه زي كده في البيت، لا انت كده بتقطع بتعمل مقاطعه يا جماعه اهو. احنا طبعا حضراتكم شايفين لفين اهو. معانا طبعا الصينيه دهناها زبده او زيت. هنبدا نرص كل الحادق بتاعنا الجبنه بتاعتنا في الصاج. احنا عملنا صاج حلو وصاج حادق جبنه، دهنا يا جماعه اهو.
ورصينا كل المولتو معانا في الصينيه بتاعتنا كده يا جماعه. ما شاء الله نص كيلو عمل معانا صاجين، صاج حلو وصاج حادق. طبعا جبنا صفار البيتزا زي ما قلت لحضراتكم في البدايه. هنبدأ نحط عليه معلقة الخل، وبالفرشة يا جماعة هندي دهنة بسيطة على وش العجين من فوق قبل ما يدخل الفرن معانا، علشان الوش يبقى يحمر ويبقى كويس. طبعا احنا مسخنين الفرن قبلها زي ما قلنا لحضراتكم على درجة حرارة 180 درجة. الرف الأوسط. هنبدأ يا جماعة ناخد العجين بتاعنا وندخله الفرن. يا ريت يا جماعة كلكم تصلوا على النبي في التعليقات عشان انتوا تاخدوا ثواب واحنا ناخد ثواب. ويا ريت يا جماعة تدعمونا باللايك والشير والاشتراك في القناة لو لسه ما اشتركتوش، عشان يوصل لكم مننا كل جديد. قناة يوميات سليم والبنات. طبعا زي ما حضراتكم شايفين احنا دلوقتي بندهن وش العجين بتاعنا بصفار البيض اللي احنا كان معانا ومعلقه الخل. هندهن كل الصاجان بتاعتنا زي ما حضراتكم شايفين. طبعا احنا مولعين الفرن زي ما قلنا لحضراتكم. بمجرد ما ننتهي من ان احنا ندهن العجين بتاعنا هنبدا ناخد العجين على الفرن على طول مباشره. وده يا جماعه كان شكل العجين بتاعنا وهو في الفرن اهو. احنا مولعين الفرن يا جماعه. ودلوقتي يا جماعه ده شكل المولتو بتاعنا، الشكل النهائي ليه. بصراحه يا جماعه طالع مورق وهش وجميل جدا، وريحته ما شاء الله والله قلب الشقه. انا يا ريت يا جماعه كلكم تجربوا الطريقه دي الوصفه دي، وان شاء الله تقولوا لي عجبتكم ولا لا. هنبدا دلوقتي يا جماعه اخر فقره في الفيديو بتاعنا، وان احنا ندوق مع بعض المولتو بتاعنا. انا دلوقتي يا جماعه بدوق المولتو اهو. انا كان نفسي كلكم تدوقوا عشان تقولوا لنا رايكم ايه. ويا ريت يا جماعه زي ما قلت لحضراتكم لايك واشتراك في القناه علشان يوصل لكم منا كل جديد. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.